في ناس كتير لما تيجي تسمع الصيني بتفتكر ان المعنى واحد، ولكن لو ترجمنا المعنى بالمعنى الحرفي هنبوظ الدنيا خالص. ومعانا النهارده تعبير سين لي يوشو. سين لي يوشو، بص بقى، لو انت بتسأل واحد صاحبك انت فاهم الوضع، انت واخد بالك، انت لاقط معانا، وهو يرد عليك انا فاهم كويس ما تقلقش بثقة، فهنا هيقول لك فان سين وسين لي يوشو. لو احنا ترجمنا المعنى الحرفي هيبقى في قلبك ارقام، مفيش حاجة اسمها كده، صح ولا غلط؟ في قلبك ارقام. طيب المعنى الضمني اللي احنا المفروض نستخدمه كمعنى ضمني ان ما تقلقش انا فاهم كويس. لو انت هتعمل في حد جميلة مثلا، انت صيني وانا صيني، اوكي، انا هفتح شركة جديدة وليكن شركة لوجيستكس، وبالمناسبة لوجيستكس يعني اوريو كونس، اوكي، فلسه فاتح جديد، ما عنديش اي عملاء، ما عنديش اي كخو يعني عميل، اوكي، فانت صاحبي، فانت عرفت ناس على شركتي، فبقى عندي عملاء. هو عمل كده جميله في مين؟ فيا. طيب كويس جدا، انا عايز اشكره، اقول له جانسيه، فاديله فلوس مثلا شوي في يعني ايه؟ يعني مثلا فلوس التعب، او فلوس ان انت عرفت شخصين في بعض، فلوس عموله سمساره كده. وده شيء يعني اساسي عند الصينيين، وشيء متعارف عليه جدا، يعني مش حاجه غريبه ولا حاجه عجيبه يعني. فهو مرضاش او ما قبلش عشان هو صاحبي، هو قال لي ني سين لي يوشو جو سين لا، سين لي يوشو جو سين لا، يعني عد الجمايل، بس عد الجمال. فهو بيبقى متوقع ايه؟ متوقع ان انا ارد له بقى الجميله دي، متوقع ان انا ارد له الجميله دي في المستقبل لو هو مثلا وقع في مشكله او غيره. فده مصطلح اسمه سين لي يوشو. سين يعني قلب، صح ولا غلط؟ صح. لي يعني بالداخل، يو يعني هاف او عنده، شو يعني رقم. تمام جدا 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 جدا. بص بقى، الصينيين بسبب ثقافة اليين يانغ، الخير والشر، فدايما القلب مصدر التفكير. طبعا ده كان زمان، الكلام ده مش دلوقتي خالص اطلاقا، بس الرموز موجودة لغاية دلوقتي. يعني مثلا هتلاقي رمز سيعان يعني يفكر، صح، او يعتقد، هتلاقي تحته الرمز بتاع القلب، صح ولا غلط؟ ايه ده؟ الصيني يعتقد ان القلب مصدر التفكير؟ زمان، زمان لما كان في رحمة والكلام ده. دلوقتي الصينيين كلهم زبنجوئي. يعني ايه زبنجوئي؟ يعني الفكر الرأسمالي، يعني الدولار بيعمل ايه انا وراه، يعني انا بتاع فلوس، يعني كل الكلام ده. بس طبعا يعني الثقافه دي لسه موجوده في الرموز اللي هم بيستخدموها في الكلام، ماشي. سين لي وشو، فعد الجمايل. انت لو عايز تقول حد مثلا عملت جميله في حد صاحبك صيني او ساعدته وخلاص، انت مش هتاخد فلوس عشان انت مصري، لسه عندك فكره الصحوبيه وجدعنه الاسكندرانيه والكلام ده كله. فانت قول للصيني ني سين لي يوشو جو سين لا، ني سين لي يوشو جو سين لا. بس كده. انا اسمي عبد الرحمن سليمان، والقناه دي جديده، فاعمل سبسكرايب، وانا هعلمك الصيني بالطريقه اليوميه. من خلال ايه؟ يعني انا عندي ايه اعلمه لك، او انا مؤهلاتي ايه. بص يا صديقي، انا خدت منحة في جامعة بكين، ده رقم 1. أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 4 سنين في كلية لغات وترجمة قسم اللغة الصينية، رقم 2. وإرشاد سياحي لمدة 2 سنين، رقم 3. واشتغلت في الصين مرتين، مرة في أنخوي، مرة في تشانجو جيانسو، أوكي. فده رقم 4. رقم 5 اشتغلت في العين السخنة برضو. فأنا اتعاملت مع صينيين من كل أنحاء الصين. من كل أنحاء الصين بس؟ لا، اتعاملت مع صينيين كمان من أمريكا، واتعاملت مع صينيين كمان من فرنسا وأسبانيا وتايوانيين كمان. فأنا اتعاملت مع العقلية الآسيوية دي يعني بشكل كويس جدا. فأنا هقدر أفيدك، فساعدني علشان أعرف أساعدك. انت لما بتعمل سبسكرايب وبتعمل لايك وبتعمل كومنتات، انا ده بيجي لي، والله اليوتيوب بيقول لي والله في تفاعل كده، فانا بتحمس، صح، فاصور اكتر. وانا كل شويه هعدل في المحتوى واظبط في التصوير والاضاءه والكلام ده. وشكرا.